واضح. بس انا جبت ده. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم ريفيو عن كريم سباركل بزيت المنك لتصفيف الشعر. فبليز قبل ما تكملوا مش هوصيكم بقى لايك وشير وكل الحاجات الحلوه دي. والله يا جماعه الكريم ده انا يعني اديته حقه وزياده، قعدت استخدمه فتره، انا بقى جايباه بقالي يمكن شهر، او فانا يعني اديت له فرصته للاخر للاخر للاخر. آه هو سعره كان 50 جنيه. انا بحب اقول السعر في اول الفيديو. هو هير كريم بالمينك اويل، وده سباركل فور هير دريسنج. طيب هو ميد ان ايجيبت، تحيا جمهورية مصر العربية. هو بصي بنستنى منه ايه؟ ان هم كاتبين عليه انه كريم لتصفيف الشعر بتركيبته الخاصة، يحمي ويغذي الشعر ويحافظ على مظهره. كريم سباركل لتصفيف الشعر يترك الشعر صحي ولامع. ضعي كمية وفيرة، طريقة الاستعمال: ضعي كمية وفيرة من الكريم على شعرك من المنتصف حتى الأطراف. وادي المكونات بتاعته هسيبها لكم على الشاشة. طيب بصوا بقى، هو الكريم يمكن تكون ميزته الوحيدة بالنسبة ليا هو انه بيسلك الشعر. ممكن تحطي الكمية الوفيرة اللي هما بيقولوا عليها دي، خلاص، بتحطيها على الشعر وتبدأي تسلكي شعرك. ممكن يسهل التسريح بصراحة. مش عارفة بصراحة هي دي ممكن تكون الميزة الوحيدة اللي فيه. غير كده انا ما لقيتلوش اي ميزه بصراحه، مش شايفه له اي ميزه تانية تذكر بصراحه. هو كميته قد ايه؟ هقول لكم يا حلوين. آه 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 200 ملي اهي، ولو ان انا كنت فاكراه اقل من كده، مش عارفه، يمكن العلبه ما توحيش خالص ان هو 200 ملي، لكنه هو 200 ملي. اوكي، صلاحيته 3 سنين. يعني انا عيني طلعت على بال ما اشوف الصلاحيه اهي، هي مكتوبه هنا اهي، صلاحيه 3 سنين. فهو يعني زي ما قلت لكم هو كده بيزفلط الشعر كده، هيخليكي تسرحيه سهل، لكن ما بيعملش اي حاجه تانية. وعلشان يعني انت بتدفعي 50 جنيه فلوس على الهوا بصراحه، يعني ما بيعملش حاجه قوي. يعني هو بينيم الشعر معقول لمده مثلا يوم ولا حاجه، بس تكرري تسريحه يعني. انا طبعا كاتبه اللي انا بقوله. بس تكرري تسريحه، تقعدي تسرحي يعني كل شويه علشان ينام، لانه هو لوحده مش بيفضل منيمه فتره طويله، لا. بعد ما بتسرحيه اول مره، آه يعني بينام مثلا شويه، وبعدين لازم تقعدي كل شويه زي ما قلت ايه تسرحيه. في منه كذا نوع، في ده وفي الوردي هحط لكم صورته. كنت جبته بس كان ريحته مش حلوه خالص. شفت ريحته كده من بره ما كانتش حلوه خالص، فرجعته وجبت ده. هو ريحته خفيفه بس بتثبت في الشعر. وهو عموما لما انت بتستخدمي الكريم مثلا كل فتره ومع استمرار غسل الشعر، هو كده كده الريحه بتثبت، بس هو ريحته خفيفه. وريحته لطيفه كده، كريم مرطب يعني، ريحته كريمات كده، عارفين؟ يعني جليسوليد. هو ريحته اخف منه كمان. في منه الذهبي، انا بصراحه ما يعني مش متحمس خالص ان انا اجيبه. احرصي بس ان انت وانت بتستخدميه تكون الكميه وفيره زي ما هم كاتبين على العلبه. هم كاتبين كده استخدميه بكميه وفيره على النص التحتاني فعلا من الشعر. على النص تستخدمي كميه وفيره منه على النص التحتاني من الشعر، وبتصففي شعرك. انا عملته ما بيثبتش خالص، ما بيثبتش دقيقتين 3 يعني، بيفك على طول، ما بيستحملش. هو بصي، هو مش هيضر لك شعرك، يعني مش هيوقع الشعر، مش هيطلع لك قشره، مش هيعمل ريحه وحشه، بس ملوش اي فايده برضه. وللامانه هو كميه وفيره زي كميه كتيره، زي كميه قليله، مش هتفرق كتير يعني، دي زي دي. فعايز تكتري عايز تقللي مش هتفرق. بالنسبه للمعان، هو انا بصراحه اقل حاجه بتعمل لمعان في شعري، هو فعلا بيعمل لمعان. آه
بس عادي يعني، انت اي سيرم اي حاجه دهنيه هتعمل لمعان يعني. فعشان كده بقول لك هو ملوش، عفوا، فعشان كده بقول لك هو ملوش اي يعني فايده قوي يعني على الشعر. انا ما وريتهولكوش من جوه، ثواني هفتحه لكم. ومن جوه هو لونه ابيض كده، شوفوا انا استخدمت منه قد ايه. والله عشان بس اقول لكم ان انا اديته حقه زياده يعني في الاستخدام. هو بصراحه ملوش ترطيب بجنيه يعني. والحقيقه انا يعني انا بالنسبه لي انا الزيت، شعري بيحب الزيت اكتر من الكريم يعني. يعني الكريم ده عايز حد شعره خشن قوي قوي قوي، انما انت لو شعرك ويفي او ناعم لا، هاتي زيت احسن. والحقيقه احنا كمحجبات انا ما بلاقيش كمان الكريمات لازمه قوي، لان احنا يعني على طول مغطيين شعرنا، فمش هنحتاجه قوي يبقى يعني نايم. فانت مش هتستخدميه الا لو كان مثلا حد من زمايلك عندك في البيت او حاجه، ومش عايزه شعرك يبقى هايش مثلا ولا منكوش. يعني مثلا بال50 جنيه دي ممكن تروح تجيبي دبر امله، يعني على الاقل هيدي يعني فوليوم شويه للشعر على الاقل. المشكله بصراحه حليها بالزيوت، يعني انا بميل اكتر للزيوت. فلو في اي حد عنده اي مشكله ممكن تتحل بالزيوت يعني، الزيت بيبقى هو الحل ليه. فبصراحه ما تجيبهوش، وانا اتقفلت خالص من فكره الكريمات خالص يعني والله. بس هو ده كان الريفيو، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي يا ولاد. فلوج سكين كير. My favorite part. ده وده وده. انا ضعيفة قدام الافوكادو، بس انا جبت ده. برضه عايزة اجيبه بس لما يبقى معايا فلوس. ده مش مكتوب عليه كام ده. ده برضه عايزة اجيبه بس لما يبقى معايا فلوس ان شاء الله. مش فاهمة ايه الصيدليات اللي مش حاطة فاترينا برا دي، ربنا اشتغل ازاي. انفينيتي نفسي اوي اجرب منتجاتها.